السلام عليكم. أجمل ما بفوز الفتوة اليوم إنه كان بالأربعة مثل لقب الدوري الرابع اللي انتهى من كم يوم، وكان ممكن هاي النتيجة تكون 5 و6 لولا تهاون واستهتار من بعض اللاعبين. هنحكي اليوم بهذا الفيديو عن تفوق الفتوة على تشرين بنصف نهائي كأس الجمهورية اللي وصلهم تقريبا للنهائي. خلوكم معي لآخر الفيديو، ما تنسى تدعمونا بالاشتراك واللايك، ويلا نبدأ. قبل بداية المباراة كان في كلام كثير عن نصف نهائي كأس الجمهورية بين الفتوة وتشرين اللي أقيمت هاي المباراة اليوم في دمشق، اللي هي الأرض الافتراضية لنادي الفتوة بدل دير الزور، اللي صار لنا زمان ووقت طويل عم ننتظر انه ترجع مباريات الفتوة لدير الزور، لكن للأسف شكلها ما حترجع ولا حتى في المدى القريب. وكان في بعض الكلام من جمهور تشرين وبعض المطالبات اعلاميا انه يقدموا افضل ما عندهم ويحققوا اللقب بعد ما خسروا الدوري لصالح الفتوة للسنة الثانية على التوالي، وقدروا انه يحسموا الدوري قبل 4 مباريات من نهاية هذا الدوري. في مباراة اليوم اللي حنحكي عنها ببعض التفاصيل، الفتوة دخل تقريبا مكتمل الصفوف عدا غياب أحمد الأشقر، اللي أنا ما بعرف بصراحة ليش هو غاب. هو لاعب للأمانة بمركزه كلاعب رقم 6 ينزل ويستلم الكرة من الحارس، أو أنه تبدأ من عنده الهجمات، أو يقدر يخرج بالكرة من تحت الضغط، مميز جدا. وهذا الشيء كان يفتقده الفتوة اليوم بالرغم من وجود صبحي شوفان وزيد الغرير. أما على مستوى الأسماء فكان في قلبي الدفاع عبد الرزاق المحمد، يوسف الحموي على اليمين، كرم عمران على اليسار الكردي، وكلاعبي ارتكاز مثل ما ذكرنا صبحي شوفان وزيد غرير على اليمين، أحمد الخصي على اليسار، محمد المالطة، ويبدل أحيانا مع مصطفى جنيد اللي هو يلعب كصانع ألعاب أو لاعب حر في المنتصف وبالبوكس تو بوكس، وكمهاجم صريح هو عبد الرحمن الحسين. الفتوة ذهنيا وبدنيا كان أفضل من تشرين من بداية المباراة، وكان ممكن يسجل هدف أو هدفين حتى من الدقائق الأولى، وضعنا فرصتين جدا خطرة. أحلى ما بالفتوة والتحضير المستمر والتدريب الرائع تكتيكيا على مستوى الدوري. احنا عم نحكي على مستوى الدوري والكاس والمستويات اللي عندنا، ما عم نحكي كمستويات اكيد اوروبية او حتى عربية. الفتوة هو الافضل ان كان على مستوى التكتيك وان كان على مستوى اللاعبين، وهذا الشيء كان ظاهر. وفعلا مع الضغط المستمر ومحاولات الفتوة انهم يسجلوا اول هدف، وتشرين كان عم يحاول تقريبا يتراجع لمناطقه ويلعب على المرتدات، حصلنا على ركلة الجزاء من أفضل لاعب في سوريا حاليا مصطفى جنيد، واللي برأيي الشخصي يستحق أنه يكون متواجد بالمنتخب. يمكن حاليا راح يطلع علينا البعض ويكتب لي بالتعليقات مين هذا مصطفى جنيد لحتى يلعب مع المنتخب بوجود المغتربين اللي كل يوم عم نسمع عن اسم فيهم، مثل ما محمود الأسود أخذ فرصته بالمنتخب وأثبت، وحاليا حيحترف ويطلع يلعب بالزمالك. أنا متأكد لو مصطفى جنيد كان موجود وأخذ فرصة كمان كان أدى اللي عليه وزيادة. وفعلا من كرة تقريبا ما كانت بها الخطورة لكن بمنطقة الجزاء راوغ، تحصل على ركلة جزاء سجلها كرم عمران اللي هو دائما ينفذ ركلات الجزاء، مع انه مصطفى جنيد يستحق انه يكون هو هداف الفريق لو نفذ ركلات الجزاء، مع انه احنا ما حصلنا على ركلات جزاء اساسا بهالعدد المبالغ فيه يعني انه يكون هداف. من بعد الهدف الفتوة شوي تراجع، تشرين شوي امتلك للكرة وحاول انه طبعا تشرين في سلبية حتى من مباراة الإياب اللي احنا ربحناها 2-1، سلبيته انه هو يلعب بجهة واحدة فقط، هو يلعب دائما من جهة اليمين، واللي هي الأضعف عندنا احنا من بعد ما طلع ضياء الحق محمد وعبد الهادي حنبضلي ما كثير يعني جيد لا بأس فيه. وبغيابهم اثنيناتهم وحتى يعني بوجود يعني حمزة الكردي، أنا بصراحة يعني فيه وعليه، عنده أخطاء بالتمرير وعنده أخطاء شوي حتى بالتغطية، لكن عم يغطي ضمن المنظومة، وهي هاي الجهة الوحيدة اللي بيلعب عليها تشرين. حاولوا، وطبعا معلق المباراة كان عم يقول لك انه نتيجة للفتوة واداء لتشرين. انا بصراحة ما شفت اداء لتشرين. تشرين الكرتين الخطرة اللي هدد فيها الفتوة كانت من ركلات ركنية، واللي هي تعتبر انه يعني مو من لعب مفتوح ولا من تكتيك ولا من اداء. فما بعرف شلون كان عم يقول انه الاهداف للفتوة والاداء لتشرين. انا ما شفت اداء لتشرين، اذا حدا شاف اداء يا ريت يكتب لي كمان بالتعليقات. واللي كان احلى بصراحة انه بضمن هاي الهجمة او الروح اللي انخلقت عند لاعبين تشرين انهم يحاولوا يكون عندهم ردة فعل وانهم يسجلوا هدف التعادل، قدر الفتوة من مرتدة
كمان من مصطفى جنيد اللاعب الرائع، انطلق فيها، لعبها للمالطة، مررها، كان عبد الرحمن الحسين بالمكان المناسب وسجل منها. ملاحظة صغيرة هنا عن تسجيل الهدف: الفريق الإداري أو الكادر التدريب تبع فريق تشرين اعترض على التحكيم وبعرف إيش على أساس أنه كان في فاول. طبعا هاي المشاهد مستحيل تنتهي عندنا بالدوري أو بالكأس، أو يعني أنه بالرياضة اللي عندنا بسوريا مستحيل. يعني الطريقة اللي بيعترضوا فيها وبيحاولوا وبيأثروا، ما هو خلاص الحكم حسبها مرتدة وتسجلت وما حسب فاول. يعني هاي الحركات يعني ما لها أي داعي، هي بس شيء بشع سلبي يضاف لكمية السلبيات التي لا تنتهي عندنا بالرياضة. على العموم انتهى الشوط الأول بنتيجة 2-0، وكان من المتوقع أنه تشرين حيكون عنده ردة فعل أكبر أو يعني جرينتا أكبر أنهم يسجلوا مثلا هدف أو يسعوا للتعادل. يعني مثلا لما المباراة انتهي 2-1 بمباراة ذهاب، يعني نتيجة لا بأس فيها مقبولة. لكن بصراحة اللي صار أنه الفتوة هو اللي نزل عنده رغبة أكبر، وتمكن اللاعب المميز والرائع مصطفى جنيد من تسجيل هدف كمان ولا أروع من خطأ دفاعي مو مفهوم عند لاعبين تشرين. قدر انه يتقدم ويسدد بطريقة رائعة، سجل منها الهدف الثالث. وما في كمان دقائق مشت بالمباراة بتحس انه صار في انهيار عند لاعبين تشرين، ولاعبين الفتوة صار عندهم يعني راحة نفسية ومعنوية انه احنا خلاص يعني انه تفوقنا بالمباراة. وهذا الشيء صار بانه تلعب كرة من التماس يرجعها المدافع بطريقة كمان ولا اغرب للاعب زيد غرير، اللي اليوم بمركزه كلاعب ارتكاز انا ما كثير احسه متمكن منه، ويشعر او تشعر انه مقيد، ما عم يتحرك بسلاسة مثل لما يكون عم يلعب جناح يمين او صانع العاب. لكن بتسديده بالشمال كانت رائعة جدا، سجل منها الهدف الرابع، وكان ممكن نسجل هدف خامس لكن العارضة تصدت لها. وحتى بعدها بأكثر من كرة مرتدة كان بالإمكان أنه نسجل إحنا هدف. والتبديلات اللي عملها حتى عمار شمالي تحس أنه صار عم يعمل تبديلات يعني فقط أنه يجددوا الدماء مثل ما يقال بالفريق أو يجدد الروح فيهم. نزل الكابيتانو طبعا عدي جفال عم يقدم موسم بصراحة جيد جدا. لما عم ينزل عم يكون قائد بالملعب، عم يعرف يستلم ويسلم وينطي كرات للأمام جيدة بل أكثر من جيدة، وعم تحقق المطلوب منها وأكثر. لكن مثلا أنا فرضا حسن العويد أو مثلا أسعد الخضر، حتى أسعد لما نزل بالأخير بدنيا ما بتحسه جاهز، يمكن لأنه صار لمدة طويلة ما بيشارك. علي بعاج أدى اللي مطلوب منه كلاعب ارتكاز. طبعا لازم أوجه تحية لعمار شمالي على هالأداء اللي عم يقدمه الفريق، لازم أوجه تحية كبيرة لكل اللاعبين فردا فردا ما استثني منهم حد، وعلى رأسهم طبعا لازم يكون مصطفى جنيد، عبد الرحمن الحسين، محمد مالطة، زيد غرير، حتى قلبي الدفاع الرائعين كرم عمران، صبحي شوفان، الكل عم يقدم بكل طاقته وقوته المطلوب منه وأكثر. أرجع أعيد وأكثر. بالنهاية تفوق الفتوة بنتيجة 4-0، انتهت عليها المباراة. في مباراة إياب حتكون بتشرين، ما أعتقد يعني شفت طبعا الجمهور من حقه دائما أنه يطلب من لاعبيه يعني دائما أنه والله بدنا ريمونتادا وبدنا نحقق عودة، لكن أنه يرجع تشرين ويفوز بنتيجة مثلا 5-0 على الفتوة يعني صعبة. بالطرف الثاني عم يلعب حطين والوحدة، مباراة الذهاب انتهت 1-1. في مباراة إياب حتكون باللاذقية، كمان حنعرف منها المتأهل اللي حيواجه الفتوة إن شاء الله بالنهائي. عموما ألف مبروك للفتوة إدارة وكادر تدريبي ولاعبين، ألف مبروك لجمهور دير الزور، ألف مبروك لكل جمهور الفتوة بكل مكان. ما تنسونا من الاشتراك واللايك، اكتبوا لي بالتعليقات برأيك مين كان رجل المباراة اليوم في مباراة الفتوة وتشرين. كان معاكم محمد علي من الكرة والجمهور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.